هاي بنات، اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي روتين جديد. واول حاجه غادي نبداو بها هذا الروتين هذا وهي ازاله الشعر من الوجه. خديت هاد لاسيغ هذه الصغيره وزولت بها الشعر من دوفي ومن الجوانب ديال الحواجب، ما حيدتش بها وجهي كامل غير دوفي وهاد البلايص هادو. هاد لاسيغ ما كنستعملهاش بزاف، غير مره. ومن بعد خديت هاد لا كريم هادي واتغطيت بها لابو ديالي كامله والوجه ديالي كامل، باش كذلك نزول منه الشعر. بهاد الشفره هذه هي اللي كنزول بها الشعر من وجه ديالي كامل، ما كنديرش لاسيغ الوجه ديالي كامل. هذه كتجيني براتيك وولفاتها البشره ديالي، غير هي ما كنستعملهاش استعمال كثير. كنزول الشعر تقريبا مره في شهرين، مره في 3 شهور بحال هكا، وما كتنوضش ليا الزغب غليظ كيبقى رقيق. دابا غتجي المرحله المواليه، هي مرحله الماسك. ما درت لا مقشر لا حتى شي حاجه، حيت ديجا البشره ديالي نيطويتها من قبل وصافي. غير زولت الشعر صافي اوتوماتيكمون درت الماسك احتاجيت فيه معلقه ديال السدر، معلقه ديال الارز مطحون، وخلطته البنات هذاك الماء ديال عرق السوس كنكون ناقعه في الماء من قبل وكنخليه في الثلاجه، وكنبقى نخلط به الماسكات ديالي. عرق السوس البنات خطير في التبييض، سواء طحنيه هكاك وديريه ماسك، سواء تنقيه هكاك في الماء هكاك، اما هو مطحون او هذوك الجذور ديالو تنقيهم في الماء وتحتفظي بهم وتبقي تخلطي بهم الماسكات، او ترشيهم على البشره ديالك سواء في الصباح سواء في العشيه، كيبيض وكيفتح البشره. خلطت البنات الماسك، طبقته على البشره ديالي وخليته حتى ينشف. من بعد ما خليت الماسك حتى ينشف ليا في الوجه ديالي، غندوز المرحله المواليه وهي العنايه بالقدمين. درت البنات هنا واحد البانيو اللي نقدر ندير فيه رجيلاتي، درت فيه الماء الساخن او الماء الدافئ. انا كنفضل الماء الساخن حيت من بعد هاد المكونات اللي كندير كيطلقوا ليا مزيان في داك الماء. وخديت هاد الملحه البنات ديال الكريستال غزاله، ريحتها زوينه وكتحيد التعب من الرجلين. درتها في الماء، زدت عليه خل التفاح، كنزيد غير واحد الكميه، وتقدروا تستعملوا نتوما اي خل متوفر عندكم. وهنايا زدت عليه واحد الكميه ديال الورد، كيعطي واحد الجماليه وكيعطي ريحه زوينه، وكذلك كتحسي بالراحه وانتي ناقعه رجيلاتك في هذا الورد هذا وهذا المنقوع هذا. وكندير رجيلاتي في هذا الماء هذا اللي عامر طاقه حيويه وعامر راحه، وكنخليه واحد 10 دقائق هكاك. من بعد كنزول رجيلاتي من هذاك المنقوع، كناخذ هاد الحكاكه ديال الرجيلات او اي نوعيه متوفره عندكم، وتنحك رجيلاتي مزيان واحد الحكه ديال القلب. البنات راه فاش كتنقعوهم في هذاك الماء كتزول لكم جميع الخلايا الميته اللي عندكم في الرجيلات ديالكم، تيرطابوا كاع هذوك القشور الخشونه الا كانوا مقشرين، المهم اي حاجه كيزول هذاك الماء وتيرطابوا مزيان. وملي تجي تحكيم هكا كل شيء كيتحيد وكيوليو عندك رجيلاتك رطيبين وخاليين من جميع الشوائب. كيف ما كنعرفوا البنات دابا الصيف، البحر، الصنداله، كيف ما كتشوفوا راه مخليه لي الصنداله سيكاتريس في رجيلاتي، حيت شحال ما درت هاد لا روتين رجيلاتي مع الخروج مع البحر مع الصيف شويه رجيلاتك تيتهملوا، ولكن مع هاد لا روتين هذا ما غتبقى فيه حتى شي حاجه. ودابا غادي ندوزو المرحله المواليه من بعد ما حكينا رجيلاتنا، وهي غادي نديرو المقشر. خديت هذا المقشر هذا من هاد لاغام هادي وغادا نطبقو على رجيلاتي، وغادا نقومي به رجيلاتي مزيان. كيف ما كتشوفوا راه فيه هاد الحبيبات هادي اللي كتقومي لينا البشره ديالنا مزيان. هذا فيه 3 في 1، فيه جيل نيطوايون وفيه ماسك وفيه مقشر كينيطوايي وكيخلي لينا رجيلاتنا على شكل ماسك الا خليتيه، وكذلك تيقشر لينا البشره ديالنا حيت فيه هذاك الحبيبات، وهو بخلاصه الاوميغا 3 تيفتح لينا البشره ديك الساعه وتيقشر لينا البشره ديك الساعه. قوميت به رجيلاتي مزيان البنات واحد 5 دقائق هكاك وانا كنقومي في رجيلاتي. من بعد خديت تاني حاجه وهي الماسك من نفس لاغام، وكذلك غادي نطبقوا البشره ديالي مزيان من جميع الجوانب. غادي ندير الماسك رجيلاتي مزيان وغادي نخليه حتى هو من 5 دقائق حتى ل 10 دقائق هكاك حتى ينشف ليا في رجيلاتي.
من بعد ما خليت الماسك نشف ليا في رجيلاتي كنجي كنغسلو وكندوز المرحله المواليه، وكناخذ هذا المقشر هذا اللي مقاده انا غير في الدار كيخلي لينا الحموريه في الرجيلات ديالنا من التحت. كنقوم به رجيلاتي غير من التحت. كنت ديجا باغا نوجدو معكم ولكن ملي لقيته واجد قلت نطبقو من بعد نوجدو معكم في شي ماسك واحد اخر. اللي مهتمه وكتبغي تخلي هكا الحموريه في رجيلاتها وفي قديماتها من التحت تخليها ليا في لي كومونتير، وفي الفيديو الجاي او في لا روتين الجاي اللي غنديرو رجيلاتنا ونقادو معكم. خديت هذا المقشر كيف ما قلت لكم وقوميت به رجيلاتي غير من التحت باش يخليو ليا هذيك الحموريه ويخلي ليا رطوبيه، حيت فيه الزيوت وفيه فازلين كيخليه كذلك حتى رطوبيه في الرجيلات من التحت، وكيخلي واحد الملمس غزال وكيخلي واحد الايفي ناتورال، ماشي هذيك الحموريه الخايبه كيخلي رجيلاتك كيبانوا طبيعيين. سالينا العنايه بالبشره وسالينا لا روتين ديال الرجيلات ديالنا ورطبتهم ولبست قشرات، ودابا غادي نجيو للعنايه باليدين. صراحه اعتنيت غير بضفيراتي، قديتهم نقيتهم بردتهم ودرت ليهم واحد لاباز او واحد السيروم اللي كيخلي لينا يحافظ لينا على الضفيرات ديالنا. غادي نخليكم تستمتعوا بلا فيديو وتستمتعوا بكيفاش كنقي ضفيراتي وكنعتني بهم، وغادي نقول لكم البنات بالصحه والراحه وبسلام عليكم وتبقاو على خير. ما تنساوش ليا لايك الفيديو، ما تنساوش ليا كومونتير زوين بحالكم تشجيعا، وما تنساوش ليا اللي مازال ما مشاركاش معايا في القناه تخلي ليا ابوني. ومرحبا بك، غادي يوصلوك بزاف ديال الفيديوهات زوينين. ما تنسايش اكتيفيتي لا كلوش باش اي فيديو تلاحي يوصلك انت الاولى. مازال جايين بزاف الفيديوهات زوينين، مازال جايين بزاف الروتينات زوينين. ما عليك غير تخليك معايا في القناه وتاكتيفيتي لا كلوش وديري ابوني باش يبقى يوصلك كل جديد. غادا تكوني مستفيده باذن الله.